لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره جديده لرمضان. اول حاجه هنعمل دايره باي حاجه مدوره عندنا. استخدمت طبق، تمام، دايره من الكرتون، وبعد كده استخدمت قماش الجوخ، استخدمت اللون الاسود. هبدا ان انا اعمل دايره، بس خلي بالكم انا سبت جزء كده من فوق ومن تحت، يعني هسيب جزء كده من الجوانب علشان اقدر ان انا اغلف الكرتونه كويس. يعني الدايره ما تكونش مظبوطه بالظبط قوي على قد الكرتونه، لا هسيب جزء كده علشان اما الفها حوالين الكرتونه تبقى مكفيه اهو. شايفين؟ هبدأ بقى احدد الحاجات اللي انا عايزه احطها جوه الاطار، ويكون حجمها تقريبا مناسب. يعني كلها تكون جوه الاطار. تمام. كلمه رمضان كريم، الكلمه دي انا شفتها من على جوجل. ابحثوا اكتبوا كلمه رمضان كريم هتظهر لكم اشكال كتير. انا اخترت الشكل ده، وهبدأ ان انا بمشي عليه بالقلم الالوان. ليه؟ علشان يطبع في الظهر، بدل ما اقص الكلمه وبعد ما اقصها اقلبها، لا انا همشي عليها كلها اهو. بصوا واضحه خالص بالنسبه لي لما قلبتها. هثبتها بقى على ظهر فوم جليتر لونه فضي، وبعدين هبدا ان انا بعصايه الشيش طاووق كده انقط. بس نخلي بالنا بقى واحنا بنقص علشان ما نقصهاش غلط. بصوا الكلمه واضحه، بس اهم حاجه واحنا بنقص نكون مركزين، مقص سنه رفيع، ونبدا نقص بقى بالشكل ده. خلاص هقص الكلمه كلها، وبكده الكلمه تكون جهزت معايا. تاني حاجة بقى معايا هو الهلال دوت انا حباه يكون مفرغ. هو يبان ان هو سهل وبسيط، لكن بصراحة هو اكتر حاجة خدت مني وقت. اول حاجة هبدأ ان انا افرغ الجزء الابيض اللي جوه. طبعا هستخدم مقص يكون سنه رفيع. تمام. هفرغ كل الاجزاء البيضة اللي جوه الهلال دي بالمقص. طبعا انا صورت لكم جزء منه، لاني لو صورت كله هياخد وقت كبير جدا في الفيديو. خلاص بالشكل ده. والاجزاء الصغيرة بقى هبدأ ان انا الاول اخرمها خرم كده، ادخل منه المقص، وبعدين افرغها بسهولة بالشكل ده. انا صورت لكم اهم حاجة او اهم الحاجات اللي انتوا تعملوها يعني. بعد كده بقى هجيب فوم جليتر لونه ذهبي، وهبدأ ان انا اثبت عليه الهلال بالجلو. طبعا لازم يثبت كويس قوي علشان لما امشي عليه بعصاية الشيش طاووق يطلع مظبوط معايا وما يتحركش. خلاص بالشكل ده بقى هبدأ ان انا امشي عليه كله بعصاية الشيش طاووق، والاجزاء اللي جوه كمان بالطريقة دي. انا حاولت كده امشي عليه بعصاية الشيش طاووق، مع ان في حاجات برضو ما ظبطتش معايا قوي، لان الهلال على قد ما هو كان صعب او اخد مجهود وهو ابيض في اسود، بيبقى اصعب ذهبي، لان كله بيبقى باللون الذهبي. وانا بقى المفروض اخد بالي قوي بين الاجزاء المفروض تتقص والاجزاء اللي المفروض ما تتقصش. النجمه طبعا خرمتها عادي، لان هي مش محتاجه، ما فيهاش تفاصيل كتير، فخرمتها عادي زي ما احنا متعودين بعصاية الشيش طاووق. هبدأ بقى ان انا اظبط كده واقص الهلال بالطريقة اللي انتوا شايفينها. هدخل بقى المقص وابدأ اقص التفاصيل الصغيرة زي ما قلت لكم. اهم حاجة مقص يكون سنه رفيع. تمام. ونبدأ بقى نفرغ كل الاجزاء اللي موجودة جوه الهلال. في اجزاء كده مش هتظبط في القص قوي، هبدأ ان انا اظبطها في الاخر يعني. تمام. هعمل بقى الهلال كله بالشكل ده. بعد كده بقى النجمة هبدأ ان انا اقصها بسهولة بالطريقة دي.
وبكده يكون الهلال والنجمة خلصوا معايا. اخر حاجة بقى اللي هو الفانوس، هبدأ ان انا اثبته برضو على فوم جليتر لونه ذهبي، وهبدأ ان انا انقطه بالطريقة دي علشان ارسم الباترون بتاعه زي ما قلت لكم، بدل ما اقصه وابدأ ان انا اثبته وامشي عليه بعصاية الشيش طاووق. الطريقة دي هتوفر عليا، خصوصا ان الفانوس ما فيهوش تفاصيل كتير يعني. تمام، هقصه بقى بالمقص بالشكل ده. ده شكله النهائي. هجيب بقى الاطار اللي انا عملته وهبدأ ان انا اثبت عليه الجوخ بالشكل ده. هأكد بقى لو في اي اجزاء محتاجة ان انا اكد عليها هلزقها تاني. بعد كده بقى بالمقص وهبدأ اقص كده الاطراف علشان لما اتنيها على الكرتونة ما تبقاش مكلكعة وشكلها وحش. اهو داير ما يدور كده. وبعدين ألزقها بقى بسهولة بمسدس الشمع بالشكل ده. نلزق بقى التفاصيل. هثبت الهلال، احدد كده مكانه الاول، وبعدين هبدأ ان انا الزقه جزء جزء بالشكل ده. وبعد ما لزقت الهلال هحدد شكل النجمة والزقها. اهم حاجة ان احنا نحدد شكل الحاجة كويس قوي الاول قبل ما نلزقها، لان الجوخ لونه اسود ولو غلطنا مش هينفع، لو شلناها هتسيب علامة في الجوخ، هيبقى شكل الشغل في الاخر مش حلو. فاهم حاجة الاول ان انا احدد مكان الحاجة اللي انا عايزة الزقها الاول وبعدين الزقها. خلاص هلزق بقى الفوانيس في كل جنب كده فانوس بالطريقة دي. تمام، هاجي بقى عند الكلمة الاول هظبط مكانها بالشكل ده. زي ما قلت لكم اهم حاجة نحدد مكان الحاجة الاول قبل ما نلزقها، وبعد كده هلزقها بقى واحدة واحدة بالطريقة دي. هقص بقى شريط كده طولي علشان انا حابة الفوانيس اكنها نازلة من خيط كده، بس بدل الخيط انا هعملها بالفوم جليتر لونه ذهبي. خلاص انا حسيت ان هي عريضة شوية، فهبدأ ان انا اصغرها. هاخد المقاسات الاول وبعدين هخليها ارفع من كده شوية. تمام، وابدأ بقى ان انا الزقهم بالشكل ده. الاجزاء الزايدة هبدأ الزقها في ظهر الاطار، مفيش مشكلة خالص. اهو هلزقها بقى كلها بنفس الطريقة. اخر واحدة برضو الاول هرفعها شوية وبعدين هلزقها برضو.
ونلزق بقى اخر جزء بالشكل ده، ولقيته طويل قوي فانا قصيته، وهبدأ ان انا الزق الجزء الاخير بالشكل ده. تمام. هبدأ بقى بشريط ستان يكون لونه اسود او ابيض او ذهبي، بس انا صراحة عملته لبني، ده اللي كان متوفر حاليا، بس ان شاء الله هغيره واخليه لونه ابيض. تمام. وهبدأ ان انا الزقه كده من فوق علشان اعلق فيه، هعلقه في خيط سنارة وهعلقه بقى في اي حاجة عندي. تمام. بقطع اللولي دي بقى هبدأ ان انا اوزعها كده، وزعتها توزيعة كده عشوائية كده حوالين الاطار علشان يديله شكل اجمل وكده. لو انتوا مش عندكم ممكن تستغنوا على الخطوة دي خالص. وهشيل بقى بواقي الشمع اللي متمطورة كده يمين وشمال، وده كده شكل الاطار بعد ما خلص. اتمنى يعجبكم زي ما عجب اولادي. وده شكله النهائي بعد ما علقته على الحيطة. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.